أهلاً بيكم في قناتي للطبخ. النهاردة وصفتنا سمكة معمرة في الفرن. وصفة سهلة وبسيطة وطعمها حلو قوي. يلا بينا نبدأ خطوة بخطوة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. نضيف بقدونس. نضيف ليمونة مخللة مقطعة. نضيف 7 فصوص ثوم مفروم. ومن ثم نضيف كورنيش مخلل. نضيف ملعقة كبيرة معجون طماطم. نضيف كيس زعفران. نضيف ملعقة صغيرة فلفل أسود. نضيف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون. نضيف ملعقة صغيرة كركم. نضيف ملعقة صغيرة كمون. نضيف ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون بابريكا. نضيف ملعقة صغيرة بقدونس مجفف. نضيف نصف ملعقة كبيرة ملح. نضيف ملعقة صغيرة هريسة. ومن ثم نضيف كأس ماء. وثم نقوم بخلط المقادير كي تنسجم مع بعضها. نضيف نصف كأس زيت زيتون. نقوم بتقطيع السمكة بهذه الطريقة كي أقوم بدهنها بالصلصة التي حضرتها قبل قليل. تابعوا معي الطريقة ولا تنسوا الإعجاب بالمقطع للمزيد من الوصفات بطريقة سهلة. الآن سنقوم بتحضير الحشوة التي تتكون من الشعرية الصينية والصلصة اللي بقيت عندنا. ومن ثم نضيف زيتون إلى الحشوة.
أما الآن فقد حان وقت إرسالها للفرن. شكراً لكم على مشاهدة المقطع للأخير. أتمنى تشاركوا الوصفة مع أحبابكم وتدعموني.